يسعد مساكم وكل اوقاتكم. واليوم رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد. وطبعا قبل ما نبلش في الفيديو ما تنسوني من المتابعة، من الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. وإلي عتب كتير صغير على الصبايا، من جد كتير صاير التفاعل كتير قليل على صفحتي والمشاهدات كتير قلانة. طبعا بلشت روتيني بطبختي اليوم، ما فوتت لكم فنجان القهوة بالأول. وطبعا هون وصيت زوجي على بقدونس، قام جاب لي رشاد، فتفاجأت انا عم تبل الكبابة انه ما في بقدونس، طلع رشاد. وطبعا هون لبين ما تبلت الكبابة عملنا كاسة شاي، وهون طبعا بلشت اعجنه. وطبعا رح مدها ورح اعملها على بندوره. طبعا بتعرفوا انتم نهار جمعه نحن هون عنا نهار عطله، فبنحب ندلل حالنا شوي باكله شوي تقيله. وطبعا حابه اجاوب على بعض الكومنتات اللي عم تجيني بالنسبه للي برات سوريا، وعم يسالوني كيف الوضع وبتنصحينا ننزل او لا. شوفوا صبايا، هلا انا بنصحكم انه هلا هدوا شوي. اول شي ليعم الامان اكتر من هيك، وتاني شي لحتى تأمنوا المي والكهرباء. يعني أقل شي وقت تجوا إنه تكون المي والكهرباء متوفرين. هلا مثل ما بتعرفوا بحلب الحمد لله رب العالمين بفضل الله إنه رجعت المي، بس الكهرباء لسه بدها شوي. وعلى فكرة يعني انتوا هون كسبوا اللي عنده مدارس بتركيا، فيكسبها إنه يخلص الموسم الدراسي وبعدين إنه وترجعوا على مهلكم. اللي عم بيسألني عن وضع الأمان وإنه وضع العمار وضع الآجار، شوفوا صبايا، يعني أنا ما بحسن أجاوب على هدول الأسئلة، لأنه الآجار حسب المنطقة، حسب نظافة الشقة، يعني حسب الموقع، فكتير كتير كتير بتلعب دور، عرفتوا. فوالله أنا وقت اللي نزلت ما فكرت بكل هالأمور، وسبحان الله وقت اللي نزلت رب العالمين سهل لي كل هالأمور وما تعذبت بأي شيء. سألوني كتير عن الفرش، إنه شقد الأسعار. صبايا كمان الاسعار نفس الشيء، والله العظيم انه انتو مثلا نزلتوا حسب النوعيه اللي انتو بدكم اياها، في خفيف وفي تقيل. يعني في عندكم مثلا فيك تشتري طقم غرفه قعده ب $100، وفيك تشتريه ب $600، حسب العفشات، حسب المصريات اللي انت جايبتيها معك، وحسب ميزانيتك. فانت بتكسي بيتك، وتاكدي انه كل شيء رح تلاقي هون، كل شيء. واذا عندك كم غرض بتركيا حلوين ونضاف، انا بنصحك تجيبيهم معك للاخير. ومثل ما انكم شايفين انا بتعرفوا انه فرشت بيتي من جديد، وهذا الطقم والله من كنت بتركيا اروح واجي واحط عيني عليه، كتير احب اني اخده. بس اقول لحالي عجب اذا اخذته بحسن اخده معي على سوريا، الا رح يضل وازعل عليه، فوالله ما اشتريته. وبتحمد رب العالمين انه وقت جيت على سوريا لقيت نفس الطقم هون عنا، والله فورا اشتريته، ما ترددت ابدا، لانه طقم كتير حلو من جد، بضبضب الاغراض، عرفتوا. يعني بالنسبه للغسيل، بالنسبه للدواء الغسيل، وحجمه ما شاء الله كبير، كتير كويس. ومثل ما شفتوا طبعا بعد ما حطينا الغداء عملنا الكباب على بندوره وتغدينا. انا كان عندي طلبيه معروك عملتها، وهلا عم جهز طبعا طلبيه الرز بحليب. مثل ما انكم شايفين صبايا، واللي بحب انه مشان بالنسبه للحليب والرز، كل كيلو حليب بده كاسه رز، والسكر حسب الرغبه طبعا. وبس استوى الرز بتحطي السكر، قبل ما يستوي الرز ما بتحطي السكر، لانه بعدين ما راح يستوي معك. وان شاء الله يعني بتمنى انه ان شاء الله كل المغتربين انه يرجعوا، لانه اذا ما رجعوا ما راح تتعمر البلد. طبعا برجعتكم راح نعمرها من اول وجديد، وان شاء الله بترجع احسن من قبل بكتير. طبعا هون كنت طبعا خلصت وضبيت البيت، وهون اجت لعندي اختي. طبعا يعني من جد شعور لا يوصف وقت الوحده بترجع من غربه، انه لحالها وقت اللي بتجي هيك بتقول اجت اختي، فبتلاقي فيه بقلبها شعور لا يوصف. طبعا هون جهزنا المسويات، جهزنا القهوه وشربنا القهوه سوا. وطبعا هي طبعا الشوكولاته، هي شوكولاته دبي انا عملتها بالبيت، والله طعمتها ولا اروع من هيك. بتمنى صبايا اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوني من التفاعل، وما تنسوني من الاشتراك، بحبكم كتير. بشوفكم في فيديو جديد باذن الله.